مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقائكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: ولدنا الآن جلالة الملك يزف خبرا سارا. قبل الخوض في هذه التفاصيل الإخبارية، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديد الأخبار إليكم والتفاصيل. تنفيذا لتعليمات سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شرعت القوات المسلحة الملكية في إقامة مستشفيين ميدانيين طبيين جراحيين إضافيين على مستوى الجماعة القروية مجاط بإقليم شيشاوا والجماعة القروية إيغرم بإقليم تارودان. وذكر بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه انطلاقا من العناية السامية التي يحيط بها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية كافة رعاياه، فإن هذه المبادرة سترفع على المستشفيات الميدانية الطبية الجراحية التي تمت إقامتها إلى 4، وستهم بتعزيز الدعم والمساعدة الطبية لفائدة الساكنة المتضررة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وأضاف المصدر ذاته أن المستشفيين الميدانيين الطبيين الجراحيين الأولين متعددي التخصصات اللذين تمت إقامتهما في الساعات الأولى التي عقبت الزلزال في منطقتي أسني بمراكش وتفنجولت بتارودانت، كان حتى الآن من إجراء حوالي 121 عملية جراحية وتقديم أكثر من 25 ألف خدمة طبية متخصصة، منها حوالي 100 تم تقديمها عبر تقنية التطبيب عن بعد من قبل أطباء متخصصين بالمستشفيات العسكرية. شكرا جزيلا على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.